السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على التعليقات ولا كومنتات اللي شجعتوني بهم. كوحده يلاه باديه صحاباتي وعائلتي كلهم. شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف وان شاء الله تموتيفا نبقاو نحطوا ديما باذن الله. ديما حاول يوميا نحط ما امكن. جاتني شي فكره، اصلا عندي فكره وعندي علاش ندوي، وغندوي في داكشي اللي كنعرف فيه بطبيعه الحال. من بعد الفيديو الاول اللي دويت لكم فيه على قصتي مع الرياضه وكيفاش تبدل كلشي مورا الولاده وكيفاش عرفت الميسكيلاسيون، اليوم ان شاء الله غندوي لكم على الميسكيلاسيون والتاثير ديالها السلبي من واحد الناحيه، ماشي ما هي رخص تكون واجب وطني مبصم عليه في البطاقات الهويه ديالنا. الميسكيلاسيون ديالنا ان شاء الله. تبعوا معايا هذا الفيديو باش تعرفوا شنو رايكم فيه. واش عارفين العيالات الميسكيلاسيون اولا الحديد الترينيو الحديد راه ما دارش غير للرجال؟ الميسكيلاسيون ديالنا حتى حنا العيالات، ويمكن احنا اكثر ناس محتاجين لهاد الميسكيلاسيون. غنقول لكم علاش. احنا العيالات كنفقدوا الكتله العضليه ديالنا دغيا. المسكل ديالنا دغيا كينقص مورا وقيله 30 عام كيبدا ينقص ليه المسكل ديالنا. وعرفتي الا ما كنتيش كديري الميسكيلاسيون في البدايه في العشرينات ديالك، يعني نقولوا من 20 30 هزك الماء غادي ترحب بك 30 عام وانتي شبعانه امراض السكر، الالم دارني هنا تغدي حتى شي مجهود اقل مجهود صافي كتبداي تعيا. وكتحميك من هشاشات العظام. كيفاش؟ مني كيكون عندنا الميسكل ملي كنخدموا الميسكيلاسيون ديالنا كيكون حتى العظم ديالنا كيتقوى سبحان الله العظيم. ابار هادشي راه ملي كتكون كدير الميسكيلاسيون سبحان الله العظيم حتى الشهيه كتفتح لك وكتخليك تاكلي وكتقادي ماكلتك بالهنا طريق، حيت انت كتقطعي لحمك ما غترضايش تنوضي تخسري ماكلتك، غتبغي تاكلي بروتين، تبغي تاكلي داكشي اللي غيبين لك ديك الخدمه اللي كنتي كضربيها في الاصل. وما تشوفوهاش ان هاد الرياضه ديال الرجال، هذه الرياضه ديالنا حتى حنايا وغتعاونك بزاف بزاف. ولا بغيتي تعرفي الفوائد ديالها اكثر سولي شات جي بي تي، سولي جوجل وغادي يقول لك على زوين. انا ماشي طبيب باش نشرح لك، مي انا نقول لك غير داكشي اللي كنشوفو خلاني بالهلي طلعيني غندير ميسكيلاسيون. وهاد تزيد الجمال اللي كتعطي الجسم ديالك بطبيعه الحال. كنتي كتخدمي بطريقه صحيحه ولا كنتي كتخدمي مع ناس اللي غادي يوريك كيفاش ديري داكشي ديالك. تخيلي بغيتي انت من داك النوع اللي تيغلاض من الفوق، الميسكيلاسيون غادي يخليك تجمعي هذاك الفوق ما يبقاش يتقطع بزاف، وما عمرك كتقطري وما عمرك كتكوني بحال الراجل هذيك الراجل وبزز باش كيوصل لديك النيفو. الا ما كانش نيت كيترينيو على حقه وطريقه ما كيوصلش لداك النيفو اللي كيتقدر فيه. عساك انت المراه اللي عندك الاستروجين وكتكبري لتحت ديالك وكتوازني بين الفوق والتحت وكلشي كيبقى مزيان. عرفتي هاد الرياضه اللي ما كديرهاش صراحه ضيعت نصف عمرها والله العظيم. وعاد تزيد الحاله النفسيه ملي كتسالي الحصه ديالك كتولي واعره، كتحسي بواحد الراحه نفسيه ما نعاودش لكم. المهم هذا ماشي هو الفيديو ديال اليوم، حيت انا الفيديو اليوم غندوي في داكشي اللي كنعرف فيه ديال بصح، يا جمباز ولا ستريتشينغ ولا بيلاتس صراحه ماشي بزاف، ما عمرني درتو. كندير شويه ستريتشينغ وشويه الجمباز مره الحصه صافي بارك الله. لاحظت واحد الحاجه، انه مورا هاد عامين اللي انا كنلعب فيها الميسكيلاسيون، يعني بنتي شحال دابا عندها عامين وانا كندير ميسكيلاسيون مقاده فيها وغادا فيها مزيان. عطاتني النتائج اللي بغيت الحمد لله، مقارنه بعيالات اللي ولدوا داكشي كنشوف انا راسي راه مزيان، التقدم اللي غادا فيه مزيان. وكاع ما زعما كنضغط على راسي ولا شي حاجه كناكل زعما اللي خصني ناكل ولا شي حلاوه، ولكن كنعرف امتى. على اي هذا فيديو بوحدو اللي غندوي لكم فيه اذا كنتي كتشهي الحلاوه ولا شي حاجه بحال هكا، غنقول كيفاش ديرها. ما غاديش تحرمي راسك من حتى حاجه، غتاكلي داكشي اللي بغيتي وغتاكلي داكشي. اوكي انا بغيت ندوي لكم على هاد البارتيه هادي الميسكيلاسيون. ديك عامين ديال الميسكيلاسيون لاحظت انه خلاتني مشكلفه. وانا ماشي من عادتي كيف قلت لكم، انا كنت كنلعب الجمباز، هي اول رياضه عرفت تقريبا وحفاش فيها هاني. وملي ولدت بقيت راسي شويه تيبست، ولكن مشيت للميسكيلاسيون ما نلعبش كاع الجمباز، بغيت نجمع راسي. الميسكيلاسيون بغيت نقوي راسي نرجع الجهد لراسي. لقيت راسي تيبست بمعنى اخر انه تشكرفت. كندير ستريتشينغ في مورا الحصه، ولكن ستريتشينغ اللي كيعلمونا لي كوتش اللي في لاصال كنشوفو ما كافيش،
خصنا نديرو على الاقل مره ولا جوج مرات في السيمانه ديال ستريتشينغ بوحدو، تجبدي وتلقاي اللي يجبدك واللي يجبد لك يديك واللي المهم انا هادشي اللي كنشوف. وشو وليت كندير كيف قلت لكم ديك المره انني قديت كتاب ديالي كان فيه حركات اللي خصني نولي نديرهم مورا كل حصه ديال المسكولاسيون ديالي. كنعطي واحد 10 دقائق ديالي ديال ستريتشينغ، 10 دقائق ديال ستريتشينغ ما خصنيش نخرج من لاصال وانا ما دايرهاش. كنخدم مثلا خدمت الظهر واليدين، كنوض نجبد التمارين اللي مسجلاهم في داك البروغرام ديالي ديال ستريتشينغ ديال التمارين ديال الظهر، كنجبال على حقل وحرفيا سبحان الله العظيم حتى داك التجباد كنحس به مع كتجبدي انت كتحسي براسك كتجبدي وكتنفسي وكتركزي مع التنفس ديالك وداكشي. وسبحان الله العظيم بحال دوك المشاعر والصدمات اللي عندنا لداخل سبحان الله العظيم بحال كيخرجوا، هما كيخرجوا حتى في المسكولاسيون. ولكن كيف قلت لكم انا حسيت بالستريتشينغ هو اللي كيخرجني من داك الجو ديال كيخرج داكشي كيحرر داكشي زعما اللي مخبيه لداخل، سواء ستريس ديال الدار ديال الولاد ديال الحياه ديال كلشي الحياه عامه، وداكشي اللي يجيبه من الماضي وداكشي. المهم سبحان الله العظيم كتخرجي من داك لاصال عرفتي دماغك ثاقل. عرفتي شنو هي دماغك؟ انت كوحده عندك التفكير زايد دماغك كيثقل حرفيا، كتولي عينك دماغك فيه الصوره ديال المشهد اللي قدامك صافي هكا كتولي كتخرجي من الحصه وانت لعبتي المسكولاسيون ديالك وتبعتيها بواحد 10 دقائق ديال ستريتشينغ اولا الجمباز. عرفتي ما نعاودش لكم شي حاجه واو. وباي ذا واي كنت سمعت واحد البنت كتقول الجمباز غير ديال الدراري. والله اختي تعرفي الجمباز بحال زوينين حنايا البنات اصلا، ما تقنتي الجمباز وتقدمتي فيه راه ما كتبقايش تحتاجي كاع الحديد غتحتاجيه الا بغيتي تكبري شي بلاصه اللي حنا عارفينها. الجمباز راه الانسان اللي كيلعب الجمباز كيهز الحمل ديال الجسم ديالو كيجبد الجسم ديالو بزاف الحوايج. عرفتي داك الانسان راه ما تقارنش بواحد الضرب ما عرفت شحال في المسكولاسيون، حيت كاين فرق كبير بين القوه العضليه وبين البنيه العضليه. القوه العضليه حاجه واحد في شكله كبير ضخم، ولكن عنده غير البنيه العضليه، وواحد عنده القوه العضليه صافي. كيف قلت لكم 10 دقائق ديال ستريتشينغ بدلاتني بزاف. كيف قلت لكم دابا كاين غنصور لكم بالبيسي ديالي نجبد لكم مثلا الحصه ديال الظهر شنو التمارين اللي مؤسسين خصك تبداي بهم باش تفهموا. خصني نوريكم باش تفهموا صافي. تبعوا معايا. هادو من احسن التمارين ديال ستريتشينغ ديال النهار، تكوني لعبي رجلين اولا خدمتي رجلين اولا شتي الله يجعلك تكوني لعبتي على الحبل اولا جريتي واحد المده. المهم انت سخونه بطبيعه الحال خصك تستعملي هاد التمارين في الاخر وتبقاي فيهم واحد 20 سكوند ديالهم. بحال دابا هاد التمرين هذا كيقولوا ليه الفراشه او باترفلاي. هذا كتشدي كتلصقي رجيلاتك هما شتي رجيلاتك كتلصقهم مع بعضياتهم بحال هكذا وكتوركي بيديك على فخاطك. هاد التمرين زوين لينا حنا العيالات وانتم عارفين. التمرين الثاني فراك حتى هو كتعطي واحد 25 سكوند ديالو وعرفتي هذا حرفيا الظهر ديالك من تحت واحد الراحه ما غاديش تصوريها. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا كل تمرين عطيه واحد 30 حتى 35 سكوند ماكسيموم، وشي وحدين كيتكرروا بحال دابا هاد الباترفلاي كتعاودي تكرري هنايا، هذا كتعاودي تكرري هنايا، هذا كتعاودي تكرري هنايا. هذا الا ما فهمتوش البنات هذا كتفرقي رجليك بالاقصى قدر اقصى جهد عندك تقدري عليه وكتحاولي يديك تزيدي بهم لقدام بحال كتبغي تنعسي على كرشك في الارض قدامك هنايا. نتمنى تكونوا فهمتوا ما عرفتش بالكم ولا لا. وهذا راه باين كيكون حيط حداك كتلصقي على رجلك وكتبقاي هذا كتهبطي تحاولي تهبطي راسك تلصقيه كرشك زعما وسط ديالك تلصقيهم مع فخاطك بالاقصى قدر ممكن. هذا لانجيز باين كتهبطي كتفرقي رجليك بطبيعه الحال كتني الرجيله القداميه كتحاولي تلصقي معاها في كرشك وصدرك هذيك الرجيله اللي متنيه. ما عرفتش كتفهموني ولا لا والله ما عرفتش كنشرح ولا كاع واش نطقت هاد الاسماء مزيان ولا لا. وكدير هذا راه كديري الرجل كتسالي منها واحد 25 سكوند ديالها كتنوض الثانيه الثانيه الرجل هذه اللي مسرحه كتولي هي المتنيه وهذيك اللي متنيه كتولي هي اللي مسرحه. كتنعسي عاوتاني التمرين هذا كتنعسي على ظهرك وكتجبدي رجيلاتك اللي عندك تجرهم من عندك وهي مسرحه وحده متنيه. ملي كنتقدموا كتولي مرينه كتولي فليكسيبل كتولي تسرحي حتى هاد الرجيله كتسرحي هكا وهذه كتجري على عندك. بس انت مبتدئه فراه كتتني هاد الرجيله وكديري نفس الحاجه الرجل الثانيه هذه كتنا اللي مسرحه دابا والثانيه كتجريها على عندك. كنتمنى تكونوا فهمتوني وسكرينيو هاد الصوره باش مره ديروا هاد الحركات راه زوينين للظهر وزوينين للرجلين وكيبدلوك حرفيا كترتاحي بحال كتجري سبحان الله العظيم دوك الضغوطات والستريس والصدمات كاملين كتحرريهم من الجسم ديالك وفي نفس الوقت كتنفسي. نتمنى تكونوا فهمتوني. باقي تمارين راه هما هذه اللي شرحت دابا كاينه. المهم كل تمرين كيتكرر كيتعاود حيت خصك تبقاي تعاودي وتزيدي في الوقت.
بحال دابا هذا في الاول كان 10 سكوند، هذا في المره الثانيه كتولي 35 سكوند. نتوما غاديين. نتمنى تكونوا فهمتوني. نكمل الفيديو ديالنا. كي شفتوا التمارين اللي وريت لكم دابا كاينه، سكرينيوهم، وفيما تكوني سخونه سواء جريتي الله يجعلك تكوني درتي غير مارش سخونه، ديري هاد التمارين وارتاحي بهم. كيف قلت لكم الميسكل زوين، ميسكولاسيون زوينه، ولكن عرفتي الا ما كانتش ميسكولاسيون مع شي يوغا بيلات جومباز فراه كتولي حديده كتمشي على رجليها هكا، كتولي 100% كتولي هكا. خلينا ديك شويه ستريت، ديك شويه ستريتشين ديال الضحك اللي كنبقاو نديروهم في الاصل. ستريتشينغ على حقه خلي ليه واحد 10 دقائق ديالو، ديري حسابها. انت خايفه تعطلي، ديري حسابها. شوفي الله يجعلك واخا تنقصي من الميسكولاسيون واحد التمرين ولا شي سيريات وما تنقصيهاش من الستريتشينغ، حيت عارفين غادي تندمي. عارفين تخيلي راسك ما كتقدريش حتى تدوري تحكي يدك، تحكي يا ربي ظهرك، قلت لك يدك تحكي ظهرك، او لا تفرشي، ماشي تفرشي يعني تكوني واو، يعني ماكسيموم ديال تحلي رجلك شويه بالقدر اللي تقدري عليه، او لا هنا تلصقيه مع رجلك. شنو هي واش بنادم ولا بنانشه؟ خاصك تكوني فليكسيبل، ما تخطاكش. شوفي ضحكتي على راسك بشويه ديال ستريتشينغ، ما قدكش الوقت في لاصال، خاصك تخرجي وزربانه. لغت لي عافاك ديرهم، واخا يكونوا فيك لي كورباتور، ماشي باش كيعافاك. ما تخليش ستريتشينغ او الجومباز او البيلات يفوتك في الحصه ديالك. سواء انا كنفوت المور هذيك الحصه، شتي سبحان الله العظيم. حتى لي كورباتور لاحظتهم انهم ما تيكونوش مجهدين بزاف مقارنه بلا ما درتش ستريتشينغ. فهمتوني؟ قلت لكم العضلات محتاجين المرونه، كيف ما الجسم ديالنا محتاج للتنفس. العضلات محتاجين المرونه باش ما يوليوش متيبسين، يوليو حديده، والجسم محتاج التنفس اللي كيكون في داك ستريتشينغ وفي داك البيلاتس وفي داك اليوغا، داك التنفس باش ما يوليش ثقيل عليك جسمك، ما يكونش ثقيل عليك حتى في نفسيتك. زوين، غيعجبك شكلا زوين، غيكون واعر. ولكن عرفتي ما كتقدريش ديري، وغالبا غتكوني معرضه بزاف للاصابات. ما كتشوفي الدراري ولا الناس اللي واعرين في المسكلاسيون كتجي واحد الوقت كيدير لهم واحد الكتاف، يدير لهم ظهرهم من تحت. ناقص ستريتشينغ ما عطيناش حنا حقوق، ما علموناش وغراونا بدوك المظاهر ديال الجلوس واعره، الظهر واعر، داكشي براسي داكشي. ولكن داكشي بلا ما تكونيش فليكسيبل راه والو. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. وإلا عندكم شي اقتراحات او لا شي طريقه اخرى احسن للشرح، سواء ندير لكم بالبيسي سواء ندوي لكم بفمي، قولوها ليا نشرح لكم. شكرا. ما تنساوش عافاكم ديروا لي لايك وديروا لي سبسكرايب وتبارطاجيوه مع شي واحد اللي كتعرفوا كيدير مسكولاسيون.